صفقات النادي الاهلي اللي هتكون في يناير المقبل صفقات قويه جدا جدا. قبل ما نبدا لازم تكون عامل لي اشتراك وعامل لي لايك. خلونا نبدا. هنبدا الاول بصفقات النادي الاهلي اللي النادي الاهلي محتاجها. النادي الاهلي محتاج ايه الاول؟ النادي الاهلي محتاج مركز قلب دفاع يعوض محمد عبد المنعم، ومحتاجين باك ليفت يعوض الكابتن علي معلول، ومحتاجين هجوم يعوض وسام ابو علي. ده اللي النادي الاهلي محتاجه، ودي اللي النادي الاهلي لازم يركز عليها في الفتره اللي جايه. فالنادي الاهلي حاليا اعلن على مركز الهجوم هيكون مين؟ اعلن على كذا لاعب، من ضمنهم هيكون ابراهيم ديباتيه المهاجم العالمي، مهاجم جميل جدا جدا. ده هيكون من ضمن صفقات النادي الاهلي القادمه. اما بالنسبه لجهه الباك ليفت، طبعا حاليا محمود بن تايج الباك ليفت بتاع نادي الزمالك بيفسخ عقده مع نادي الزمالك بسبب المستحقات المتاخره ليه، مستحقات ماليه. طبعا نادي الزمالك عنده ازمه كبيره في الازمه الماليه، فدلوقتي محمود بن تايج النادي الاهلي ممكن يتعاقد معاه في يناير المقبل. ده ممكن يكون صفقه من ضمن صفقات النادي الاهلي. فالنادي الاهلي دلوقتي قدامه محمود بن تايج، وامامه برضه ابراهيم ديباتيه مهاجم للتاريخ. المهاجم ده فعلا اللي يقدر يعوض وسام ابو علي. طبعا بعد رحيل وسام ابو علي لحد الان النادي الاهلي لم يستطع ان يعوضه. مش بس وسام ابو علي، عندك كمان محمد عبد المنعم، وعندك علي معلول، وعندك وسام ابو علي. هذا الثلاثي التاريخي النادي الاهلي اللي حاليا لحد الان لم يستطع ان يعوضه. النادي الاهلي كان عنده مركز دفاع وباك ليفت وهجوم للتاريخ، حرفيا كان عنده هجوم ودفاع وباك ليفت للتاريخ. محمد عبد المنعم مين يعوضه؟ ما فيش حد لحد الان قدر يعوضه. النادي الاهلي محمد عبد المنعم فرق معاه، فرق معاه فرق كبير جدا جدا. وعلي معلول الاسطوره بتاع النادي الاهلي، علي معلول حرفيا اكتر لاعب انا ندمت عليه انه مشي من النادي الاهلي. علي معلول ما كانش ينفع يمشي من النادي الاهلي ابدا. علي معلول كان باك ليفت عالمي، كان تاريخي، كان بيرسم الكره حرفيا في الملعب، كان بيرسم الكره بيخلي الكره تلف كده. فعلي معلول النادي الاهلي لحد الان متاثر بغيابه ولم يستطع ان يعوضه حتى الان. وبالنسبه برضه لوسام ابو علي، وسام ابو علي كان عامل تاريخ مع النادي الاهلي حرفيا، لكن وسام ابو علي هو اللي حب يمشي من النادي الاهلي، مش النادي الاهلي اللي مشاه. فده بقى اللي الواحد ما زعلش عليه فعلا، لان وسام ابو علي هو اللي كان عايز يمشي من النادي الاهلي. فالنادي الاهلي لازم ولابد من الثلاث مراكز دول اللي انا قلت عليهم دول، باك ليفت ومركز قلب دفاع وهجوم. النادي الاهلي لازم دول يكونوا موجودين في النادي الاهلي الفتره القادمه. طبعا احنا اتكلمنا على الباك ليفت، ممكن يكون محمود بن تايج لاعب نادي الزمالك اللي بيفسخ عقده مع نادي الزمالك حاليا بسبب الازمه الماليه الكبيره اللي موجوده في نادي الزمالك. نادي الزمالك بيمر بازمه ماليه كبيره جدا جدا، مستحقات لاعيبه، مستحقات مدربين، رواتب لاعبين، كل حاجه، حتى فاتوره النت، حتى كل حاجه موجوده في اداره نادي الزمالك محتاجه الازمه الماليه اللي الزمالك فيها دلوقتي. حاليا الزمالك في ازمه ماليه كبيره جدا جدا. طبعا النادي الاهلي محتاج يعوض هذا الثلاثي، لان هذا الثلاثي اثر كتير مع النادي الاهلي وفرق جدا. علي معلول مين يقدر يعوضه؟ ولا محمد عبد المنعم مين يقدر يعوضه برضه؟ ولا اسامه ابو علي مين يقدر يسد مكان النادي الاهلي من بعد هذا الثلاثي؟ حصل عنده فرق كبير جدا جدا، والنادي الاهلي كان مستواه متراجع جدا. حتى كمان النادي الاهلي، يعني انت عندك دلوقتي النادي الاهلي فيه لاعيبه كبيره جدا، وفيه لاعيبه عالميه، فيه لاعيبه للتاريخ حرفيا. عندك اشرف بن شرقي، عندك امام عاشور، عندك زيزو، عندك تريزيجيه. فانت عندك لاعيبه عالميه، لاعيبه للتاريخ. فالنادي الاهلي سبب تراجع مستواه في هذه الفتره. طبعا انت عندك دفاع، ما فيش مركز قلب دفاع زي ما احنا عايزين، زي ما النادي الاهلي محتاج. ما فيش باك ليفت يعوض علي معلول. اللي بيلعب في الباك ليفت مين؟ بيلعب فيه احمد نبيل كوك، وده مش مركزه اساسا، فهو بيلعب سد خانه يعني. وكمان عندك الهجوم، طبعا احنا ما عندناش هجوم، لا محمد شريف نافع ولا جراديشار نافع. ده احنا بنلعب طاهر، المدرب ياسر ربه حرفيا بيلعب طاهر عشان يقدر يسد مركز الهجوم. فالنادي الاهلي محتاج ثلاث صفقات في هذه المراكز بالظبط، زي ما انا قلت لك، مركز قلب دفاع وباك ليفت وهجوم. ده اللي النادي الاهلي محتاجه الفتره اللي جايه. طبعا النادي الاهلي عنده المباراه القادمه هتكون في كاس الرابطه. كاس الرابطه النادي الاهلي لم يشارك فيه منذ فتره كبيره جدا جدا. النادي الاهلي لم يشارك في هذه الكاس، كان بيكون عنده بطوله افريقيا والانتر كونتيننتال. فالنادي الاهلي مش كان عنده وقت انه يلعب في كاس الرابطه المصريه. فالنادي الاهلي هيلعب في كاس الرابطه المصريه ان شاء الله. المباراه اللي هتكون يوم الخميس يوم 11 ديسمبر امام نادي انبي. المباراه هتكون في تمام الساعه 8 مساء. المباراه ديت هتكون في كاس الرابطه المصريه. طبعا النادي الاهلي محتاج يركز الفتره اللي جايه. ممكن نقول برضو تشكيله النادي الاهلي عندنا في الهجوم هيلعب مصطفى شبير نظرا لغياب محمد الشناوي، وكمان مصطفى شبير ما اثبت نفسه في الفتره الاخيره مع منتخب مصر ومع النادي الاهلي، حارس عالمي وحارس للتاريخ. في ثنائي الدفاع هيكون ياسين منعي وياسر ابراهيم، دول الاثنين هم اللي بينهم وبين بعض تناغم كبير جدا جدا ومثبتين نفوسهم في الفتره الاخيره. ياسين منعي حرفيا مدافع صاعد وناشئ
مدافع مهم جدا جدا وبيفرق كتير مع النادي الاهلي. هيكون عندنا في الباك ليفت طبعا انا قلت لك احمد نبيل كوكا، ده مش مركزه لكن احنا هنلعب بيه عشان النادي الاهلي مش فيه باك ليفت يعوض علي معلول. زي ما انا قلت لك بالظبط النادي الاهلي محتاج باك ليفت في الفتره اللي جايه ديت. هيلعب في الباك يمين بمحمد هاني اسطوره النادي الاهلي واسطوره منتخب مصر، اللاعب اللي بيثبت نفسه في اي مكان بيروح وبيثبت نفسه مع النادي الاهلي، سواء كان عائد من الاصابه او لم يعد من الاصابه او قاعد على الدكه. فمحمد هاني مهم جدا جدا مع النادي الاهلي، بيفرق كتير مع النادي الاهلي. طبعا هيلعب في نص الملعب، هيلعب بمين؟ هيلعب بديانج ومروان عطيه. ديانج ومروان عطيه الاثنين دول حرفيا خط نص ملعب تاريخي، خط نص ملعب للتاريخ يا جماعه. مروان عطيه واليو ديانج الاثنين دول بيلعبوا لعب قوي جدا. فمروان عطيه مع زيزو مع محمد هاني بيعملوا تناغم مهم جدا جدا مع النادي الاهلي. بعد كده هنلعب بامام منهم، هنلعب بمين؟ هنلعب بتريزيجيه. تريزيجيه طبعا هيلعب في المكان ده مهم جدا جدا، تريزيجيه هيلعب في الحته دي. عندنا في الجهه اليسرى في خط الهجوم بن شرقي بن قلبي المايسترو بتاع النادي الاهلي، ده اللي انا بقول عليه المايسترو دايما. بن شرقي لاعب مهم جدا جدا، لاعب لمسات عالميه في الكوره، لاعب بيعرف يلعب، بيعرف يتمركز، بيعرف يقف في المكان الصح. فبن شرقي حرفيا لاعب للتاريخ. وبعد كده هيكون جنب منه مين؟ هيكون عوده الاسد اللهم لا حسد امام عاشور اسطوره النادي الاهلي، لاعب من اهم اللاعبين النادي الاهلي، لاعب النادي الاهلي بيتاثر بغيابه تاثير كبير جدا جدا. يعني احنا شفنا الفتره اللي فاتت غياب امام عاشور عن النادي الاهلي لمده شهرين فرق جدا مع النادي الاهلي. فامام عاشور في المركز ده بيسد جامد جدا جدا. نزل في مباراه شبيبه القبائل سجل هدف في اول لمسه ليه في الكوره في هذه المباراه، يعني هو لعب دقيقتين حرفيا او 5 دقائق سجل هدف وصنع هدف. فامام عاشور بيفرق مع النادي الاهلي ومركزه مهم جدا جدا مع النادي الاهلي. بعد كده في الجهه اليمنى احمد سيد زيزو العالمي، زيزو التاريخ، زيزو اللي بيعمل اداء عالمي حرفيا. يعني يستروب بيلعب في المركز الشمال بيلعب فيه، بيلعبه في المركز اليمين بيلعب فيه، بيلعبه في الهجوم بيلعب فيه. فزيزو لاعب حطه في اي مكان وقول له يلعب وهو يلعب ويقدم ويعمل احسن ما عنده عشان خاطر يثبت نفسه مع النادي الاهلي. زيزو لاعب مهم جدا جدا ولاعب مؤثر مع النادي الاهلي. هنلعب في الهجوم بطاهر، وانا زي ما انا بقول لك كده انا ارشح طاهر احسن من جراديشار واحسن من محمد شريف. يستروب اساسا محمد شريف وجراديشار مش عاجبينه خالص، قال لك انا لازم اشوف مهاجم تاني. عشان كده النادي الاهلي عايز يتعاقد مع ابراهيم ديباتي ليكون بديلا لمحمد شريف وجراديشار، لاعبين يعني في النادي الاهلي ما لهمش اي لازمه. يعني طاهر بينزل يلعب في الهجوم اللي هو مش مركزه اساسا بيلعب احسن منهم بكتير. فيستروب لازم يلاعب طاهر في مركز الهجوم افضل من محمد شريف وافضل من جراديشار، وبينهم وبين بعض فرق كبير جدا جدا. كده جراديشار ومحمد شريف مش عاجبين يستروب، فتقريبا هيمشوا من النادي الاهلي الفتره اللي جايه. احنا عرفنا تشكيله النادي الاهلي هتكون في مباراه انبي الجايه اللي هتكون امام انبي في تمام الساعه 8 مساء في كاس الرابطه المصريه. احنا قلنا النادي الاهلي لم يشارك فيه منذ فتره كبيره، فعشان كده النادي الاهلي هيلعب المباراه الجايه ان شاء الله هتكون امام انبي يوم 11 ديسمبر يوم الخميس القادم في تمام الساعه 8 في كاس الرابطه المصريه. قلنا الصفقات النادي الاهلي عايز يتعاقد معاها، عايزين مركز قلب دفاع وعايزين باك ليفت يعوض علي معلول وعايزين هجوم يعوض وسام ابو علي. قلنا الهجوم ممكن يكون ابراهيم ديباتي، النادي الاهلي يعني اتفق معاه بمبلغ حوالي 2 مليون و200 الف دولار لحد الان. وطبعا قلنا في الباك ليفت ممكن يكون محمود بنتايج نظرا لفسخ عقده مع نادي الزمالك. ما تنساش الاشتراك الجميل واللايك، وكان معك السيد ابراهيم في كوره مع السيد.